صباح الورد والجمال عليكم، وازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هعمل لكم سندوتشات حلوة كده علشان حبايبنا الصغيرين اللي رايحين المدارس. انا دلوقتي حطيت نص كوباية مية دافية، عليها باكو خميرة ومعلقتين من السكر. قلبتهم بقى وهسيبهم على جنب. نجيب البولة بتاعتنا ونخلط فيها كيلو من الدقيق. هحط عليه كوباية من اللبن البودرة، وهنقلبه ونحط نص معلقة ملح وكوباية زبادي. الزبادي بتدي طراوة حلوة للمخبوزات. طبعا مش هنستخسر في حبايبنا الصغيرين. دلوقتي الخميرة بتاعتنا اشتغلت اهي ما شاء الله. هنحطها بقى على الدقيق بتاعنا ونقلب. وبعدين هنشيل المعلقة، طبعا هنستخدم ايدينا، وهنعجن بمية دافية زي ما احنا متعودين. هنفضل نزود المية شوية شوية لحد ما العجينة تلم معانا. الكيلو خد تقريبا يا جماعة كوباية ونص او كوبايتين مية دافية، لحد ما لمت معانا خالص. ولازم تتعجن برضو كويس زي ما اتعودنا ان اي عيش اي مخبوزات بتاخد ايه، عجن كتير. في المرحلة دي بقى حطينا ربع كوباية زيت. بعد ما العجينة لمت معانا كده بنحط ربع كوباية زيت شوية شوية كده ونعجن لحد ما تشرب الزيت كله زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله. ما شاء الله العجينة طرية وملمسها حلو قوي. هنسيبها بقى تخمر وبعدين نرجع تاني. هنغطي عليها طبعا كده. ما شاء الله خمرت اهي. انا عايزه اقول لكم بقى على سر، انا سبتها تخمر بصراحه كتير لان النور كان قطع فسبتها مده طويله. فمعلش بقى هنعمل ايه، هنبدا بقى نحطها على رخامه. طبعا هي المفروض ما تقعدش كتير يا جماعه. اول ما تبدا تعلى وتخمر معانا نشتغل فيها على طول. بس للاسف النور اتقطع. دلوقتي بقى عملتها رول وهبدأ اقطعها قطع زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هبدأ اخد كل قطعة واكورها واحطها برضو على جنب علشان تريح شوية. وهبدأ اشتغل في قطعة قطعة كده. تمام، جهزنا العجينة. هبدأ بقى ايه، خدت اول واحدة انا اشتغلت فيها فاخدتها. بنفردها بالنشابة بالطريقة دي. وبعدين بنحط الحشوة اللي احنا عايزينها يا جماعة. انا حشيتها جبنة رومي وشرايح من الزيتون عليها. وبعدين هبدأ اقفلها بالطريقة دي.
وتأكدوا ان انتوا قفلتوها كويس علشان ما تتفتحش في الفرن ولا حاجة يا جماعة، او بعد ما تخمر ممكن تلاقوه اتفتح. فلازم تتأكدوا ان هو اتقفل كويس بالطريقة دي. هناخده بقى ونحطه في صينية بتاعتنا. هعمل واحدة كمان. وهنبدأ نحشيها برضو اي نوع جبنة انتوا عايزينه او اي حشوة ممكن يا جماعة تحشوها. ممكن لحمة مفرومة، ممكن بانيه، بس انا مش راضية اعمل لحوم لان هتبرد من الولاد في المدرسة فمش هيعرفوا ياكلوها. فانا عملت كله جبن باختلاف انواعها طبعا. زي ما انتوا شايفين قفلتها كويس، وبعدين هحطها في الصينية بتاعتنا. نعمل واحدة كمان بحشوة مختلفة. ديت بقى جبنة فيتا، بتبقى طعمها تحفة في المخبوزات يا جماعة. وجبنة دوبل برضو. مع شرايح الزيتون، ونقفلها بالطريقة دي. وننقلها بقى في الصينية بتاعتنا. دي بقى جبنة شيدر، وبعدين نقفلها. طبعا الجبنة الشيدر بتبقى برضو حلوة قوي، لما بتخش الفرن بتسيح جوه المخبوزات بتاعتنا، بتبقى طعمها تحفة. تمام. دي جبنة دوبل، حطيتها في وسط العجينة كده، وبعدين هنقفلها. وبعدين هنبدأ ان احنا نبرمها بالطريقة دي، شكل مختلف شوية بس الولاد هيحبوه جدا. كده ما شاء الله اهي. وهنحطها في الصينية. هعمل واحدة كمان. طبعا معرفتش احط في الشكل دوت جبنة رومي ولا حاجة لان مش هعرف ابرمها، فانا حطيت الحشوة اللي تناسب الشكل ده. زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى نبرمها كده. شايفين؟ نسندها بصابعنا من ناحية ونبرم من الناحية التانية. سهلة جدا اهي. هعمل واحدة تانية. شكل تاني. عملت كده مربع، وحطيت برضو جبنة شيدر، وهنبرمها. نبرم العجينة على الحشوة بالطريقة دي. ممكن الطريقة دي تنفع معاها النوتيلا، تبقى حلوة قوي. نعمل شكل تاني. بنساوي العجينة من كل الأطراف. وبعدين بنقطعها مربعات.
بالطريقة دي. وبعدين نحط الحشوة بتاعتنا. انا حطيت هنا جبنة رومي وشرايح زيتون، في كل مربع. حطيت عليها جبنة فيتا. وهنبدأ نقفل كل مربع بالطريقة دي، يدينا شكل المثلث. شكل حلو قوي. الولاد هيحبوا المخبوزات دي جدا يا جماعة، وهتريحك كمان ان انتي تقومي تعملي سندوتشات الصبح، فدي هتكون جاهزة. هنعملها ونجهزها ونحطها في الفريزر، وقبل ما الولاد يروحوا المدرسة بنطلعها ونحطها في اللانش بوكس، ولما بيوصلوا بيكونوا فكوا وبقوا جمال جدا. ده بقى شكل تاني. عملنا شكل مدور كده، وبعدين هنعمل فتحات من 4 جهات، وبناخد كل طرف كده نعمله في النص بالطريقة دي. بقت شكل مروحة زي ما انتوا شايفين. نعمل تاني. بنعمل فتحات كده من كل ناحية من 4 جهات، ونحط الحشوة بتاعتنا ونقفل عليها من كل طرف كده زي ما انتوا شايفين، كل طرف ونقفل. تمام كده، ونحطه في الصينية بتاعتنا. هنا بقى خلصنا الكمية كلها. جبت شوية لبن، مش هستخسر برضو في حالة العيال. نجيب شوية لبن كده وندهنها، ندهن الوش بتاع المخبوزات بتاعتنا بالطريقة دي. وبعدين نرش عليه السمسم، ودخلناه الفرن. ما شاء الله مخبوزات طلعت اهي. بس انا اول ما طلعت بقى قمت دهنه، عطيالها دهنه من اللبن زي ما انتوا شايفين علشان يفضل طري معانا. كنت دهناه باللبن كده وغطيته بفوطة، ومغطينه بفوطة على طول. وشوية وقمت شايلة الفوطة بقى وقمت رصاه كده. ما شاء الله. طبعا عايزه اقول لكم ان هو نصه اتاكل بصراحه. اول ما بيطلع من الفرن بيبقى تحفه زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله. حطيته بقى ايه في اكياس كده وحطيته في الفريزر، وكل يوم الصبح قبل ما الولاد يروحوا المدرسه بنطلع لهم. ما شاء الله. شايفين شكله حلو ازاي؟ وبألف هنا وشفا يا جماعه.